كام مرة ولادكم بيخرجوكوا عن شعوركم وبتضربوهم؟ مش هقول لحد. أنا عارفة يا جماعة إن الولاد خصوصا الجيل الحالي يشيبوا شعر الراس، وعارفة إن الأهالي مضغوطة جدا، بس بجد مفيش أي مبرر أيا كان يخلينا كأهالي نأذي ولادنا. كلنا عارفين إن الضرب هو أكتر وسيلة مهينة ومؤذية لأطفالنا وحتى للشباب كمان، وبتهدم علاقتنا بيهم بمعنى الكلمة، خليهم أشخاص غير أسوياء بالمرة. النهاردة هتكلم معاكم على نوعين من الضرب عواقبهم كارثية: الضرب على الوجه والضرب على القفا. الضرب على الوش ده مصيبته مصيبة، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عنه تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب وجهه. الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا للموضوع ده قبل ما العلم يتطور ونعرف ايه هي الاسباب العلمية عشان ما نضربش حد على وشه. تعالوا بقى نعرف ايه هو السبب. الوجه فيه عصب اسمه العصب السابع، طلع منه أوردة نفس شكل كف الايد بالظبط. لما حد يضرب حد بالقلم على وشه، العصب دوت ممكن يتضرر. العصب السابع هو اللي بيتحكم في حركات الوش وحركات العينين وفي بعض الغدد. خد عندك بقى يا سيدي، لو ضربت حد على وشه وتأثر العصب السابع ممكن يحصل له ايه؟ شلل في الوجه، صعوبة في البلع، صعوبة في المضغ، مشاكل في عصب العين، انعدام للشم والتذوق. عشان كده دينيا لو أب أو أم ضربوا حد من أطفالهم على وجههم بالقلم، المفروض ان هم يستغفروا ويروحوا يعتذروا لولادهم، يعتذروا وهم متأسفين فعلا، مش يروحوا يقولوا له انت السبب، انت اللي وصلتني لكده. نيجي للكارثة التانية، الضرب على القفا. في اهالي في الرايحة وفي الجاية يضربوا عيالهم على قفاهم. اخ بيهزر مع اخته او بيهزر مع اخوه الصغير يرزعوا على قفاه. بمعنى تحذيرات كتير بتقول الضرب على القفا ممكن يسبب الشلل او العمى لا قدر الله. الكلام ده صحيح؟ للأسف صحيح. ليه بقى؟ إن القفا اللي هو منطقة الرقبة السفلية منطقة حساسة جدا، فيها النخاع الشوكي. المنطقة دي لو اتضربت جامد ممكن تؤدي للشلل لا قدر الله. طب ايه علاقتها بالعمى؟ منطقة القفا برضو فيها مراكز الإبصار موجودة في المخ من الخلف. ممكن أي ضربة جامدة تأثر على الأعصاب اللي رايحة للعين، فلو إيدك تقيلة شويتين ممكن تسبب عمى لا قدر الله. لما ولادكم يعصبوكوا اخرجوا وسيبوا لهم الأوضة، ما تتكلموش معاهم لحد لما تهدوا. وقت العصبية مبنبقاش عارفين احنا بنعمل ايه، ومحدش فينا هيستحمل يكون السبب في أذية عياله.